أتعس الله مساءكم مجددا، ونشرة أخبار 25 يقدمها لكم سيد أبو حفيظة من مزلقان أبو خليفة وركشكم معابير. نحن نرى الأخبار من وجهة نظرنا ونرصدها إليكم. وإلى عناوين الأخبار. وزيرة خارجية زنبائيل تزور مستشفى 97/3/97. عرض لفترة محدودة من سام تايمز. مجمع اللغة العربية يكشف الأوضاع في الوطن العربي. اليتيم اللي ما عندوش أهل أهون بكتير من محدود الدخل. الزلزال والتوابع والضغط على المواجع. سلطان الطرش وأغنية جديدة. ترشيح فتحي كنكة لنقابة القهوجية. وإلى تفاصيل الأخبار. السيدة ليفني كمني عفنت وزيرة خارجية زنبائيل تتفقد مستشفى سرطان الأطفال 97/3/97 في زيارة استغرقت بضع ساعات، غرست فيها سرنجات هواء فاضية في مجموعة من الأطفال، وخدت كم صورة للمستشفى من الداخل والخارج. وقد أعلنت في مؤتمر صحفي فجر أمس عن عدم مسؤوليتها عن التفجير اللي هيحصل في المستشفى يوم الخميس اللي جاي الساعة 1:15 بتوقيت دمياط. الآن بالأسواق سام تايمز بالأجنحة لمنع التسرب. ومفاجأة سام تايمز بالأجنحة عرض لفترة محدودة مع كل علبة سام تايمز بالأجنحة هتاخدي بقية الفرخة اللي اتاخد منها الأجنحة هدية. بحث جديد يؤكد أن المستوطنات الزنبائيلية ليست مبنية على الضم ولكنها مبنية على الفتح، وهو ما يؤكد أحقية فتح في السلطة الفلسطينية، كما ثبت أن السيدة ليفني هي نائب فاعل، وأن المواطن الفلسطيني هو الوحيد المفعول به في الليلة دي كلها، وأن السلام الشامل والعادل هو خبر مؤخر، وأن اتحاد العرب هو مجرد شبه جملة. خسارة. حملة إعلانية ضخمة يتم التجهيز لها لرعاية محدود الدخل. الحملة تنطلق في القريب العاجل تحت شعار اكفوا المحدود وكفي شر القعود وكافل المحدود في الدارين مسعود. محاكمة زلزال يضرب مدرسة ثانوي لأن الضرب ممنوع في المدارس، وقد أكد المسؤولين إن أي هزة هتحصل هنحس بيها، وإنهم بصدد أخذ وقفة صارمة مع الزلزال للحد من توابع هذا الحدث. سلطان الطرش الفنان درج وسوف نفسه يسوف قدامه متر، لكن للأسف مفيش، وبعد الإفراج عنه مؤخرا يصور أحدث كليباته بتكنيك الهاي دراجز، واللي بيتكرع فيها ويقول هروح الجنينة واقعد على الحشيش، وان شفتني اعمل نفسك كأنك ما شفتنيش، ما هو لو كلمتني مش هرل عليك، المكس يلمني ويكلبشني في ايديك. نقابة مهنية للقهوجية هي الأحدث على الساحة، فقد صرح السيد فتحي كنكة المرشح بقوة لرئاسة النقابة أنه لن يسمح أن يتجاوز عدد الأعضاء العدد المضبوط، وأنه لن يكون هناك أي زيادة في عدد السادة الأعضاء، ولن يكون هناك طلبات حضور لأن الجميع سيحضر على الريحة. وطالب الأعضاء ألا ينسون ما بذله من جهد لإنشاء النقابة، لأن كانت قرفته حلوة قوي، وأن لا غبار عليه وشغله على مية بيضة، وأنه لن يترك النصب إلا إذا وجد الشخص المناسب لخلافته، كما أنه وعد أن يتابع الطلبات بنفسه وترشيح كل من عصام فتلة ورضا جنزبيل لعضوية المجلس وأمانة الصندوق. ليمون خلاط يا فتحي وزود السكر وحات أبوك. إلى هنا يا حلوين تنتهي نشرة أخبار 25. تعبناكم ومتشكرين، واستنونا بأخبار تانيين يمكن عن البنزين 80 أو 90، وكل سنة وانتم طيبين. أخبار 25 هيقدمها لكم راجل عاقل مش مجنون، بس الأخبار بيشوفها بعينه هو، أخبار الدنيا حوالينا برا وجوه، يتمنى يشوف الدنيا حلوة ولذيذة، نهدي أحلام سيد أبو حفيظة بنشرة أخبار 25.